جاية النهاردة أقولك على كل الخطوات اللي تتبعيها علشان تطلعي عيش حبة كاملة بالشكل والحلاوة اللي انت شايفاها دي. ازاي وانت بتسويه يطلع معاكي مظبوط ويقب معاكي من أول رغيف لآخر رغيف، وهقولك كمان ازاي تطلعي الرغيف الطبقتين بتوعه قد بعض، يعني ما تبقاش طبقة رقيقة قوي وطبقة سميكة شوية. وهقولك على الخطوة المهمة جدا اللي تطلع معاكي كل الرغيف قابب وبالشكل ده. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. هنا أنا معايا كيلو من دقيق الحبة الكاملة، ممكن تجيبي المعلب وممكن تجيبي سايب من عند العطار، دلوقتي بقى متوفر في أي حتة وعند أي عطار. هتحطي عليه كيس ونص من الخميرة، وهتحطي عليه كيس من البيكنج باودر، وهتحطي عليه معلقة صغيرة من الملح، وتحطي عليه معلقتين كبار من السكر. ممكن تستبدلي السكر هنا بعسل اسود عادي زي ما يريحك، او عسل ابيض. هنا بقى لما نيجي نعجن عندك اختيارين، انا عجنت هنا باللبن او كان لبن رايب عندي في الفريزر فطلعته، حطيت عليه معلقه سمنه بلدي وبدات ان انا اعجن. انا مش عايزه اعجن بلبن عادي ولا يهمك، تعجني بميه دافيه عادي جدا زي اي مخبوزات او اي عجينه انتي بتعمليها. كيلو الدقيق بياخد معاكي 3 كوبايات من السوائل، 3 مجات من السوائل. ضيفي اول كوبايتين عادي وانتي بتعجني مره واحده، وبعد كده الكوبايه التالتة دي ضيفيها تدريجيا علشان كل ما العجين يعوز معاكي تديله حبة في حبة. أهم حاجة في عجين الحبة الكاملة لازم تتعجن كويس جدا لحد ما توصل للمرحلة دي. بصوا شكل العجينة اللهم بارك بقى ناعم جدا وتحسيه زي العجينة العادية بتاعة الدقيق العادي. المرحلة دي لازم تتعمل كويس جدا، ان انت تعجني وتشربي الدقيق كويس جدا بالسوائل بتاعتك. غطيت بقى العجينة بأي كيس يكون نضيف عندي وفوطة مطبخ وسبته في مكان دافي، يعني لمدة نص ساعة. رجعت لقيته ما شاء الله اللهم بارك بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. عجينة ما شاء الله عليها، لا بتلزق في الإيد، عجينة طرية جدًا، سهلة التشكيل، حلوة ما شاء الله ومرنة كده معاكِ. قرصت بقى كل الكمية كلها، وبعد كده حطيتهم في صينية تحتيها رشة من الدقيق برضه، دقيق الحبة الكاملة برضه، وبعد كده غطيتهم لحد ما يرتاحوا ويختمروا برضه لمدة ربع ساعة. بدأت بعد ربع ساعة أو كمان ال10 دقايق بعد العجينة كده ما ارتاحت، آخد كورة وابتدي أفردها. بتفرديها من النص لبره، من النص لبره، بحيث لما تبقى معاكي مدورة ومظبوطة، وما تبقاش في حتة أتخن من حتة أو حتة مرتفعة عن حتة، يبقى كل الرغيف سمك واحد. أكون مجهزة جنبي ملاية نضيفة أو فوطة نضيفة تكون كبيرة، أخلص الرغيف وأقوم حاطاه عليها، وأخلص الرغيف وأقوم حاطاه لحد ما أخلص الكمية كلها. والمرحلة اللي هقولك عليها دي بقى أهم مرحلة عشان تطلع معاكي الرغيف ما شاء الله بالحلاوة دي. لازما بعد ما تخلصي تشكيل العجينة كلها وتفردي العجينة، لازما تسيبيها نص ساعة ترتاح، مش أقل من كده. لازم نص ساعة ترتاح. هتلاقي بعد ما ارتاحت العجينة هتلاقي ان ما شاء الله الرغيف ارتفع، يعني الرغيف معاكي بقى أتخن شوية كمان من ما كنتي فرداه. أول ما بتوصلي أو أول ما بيوصل الرغيف للمرحلة دي تعرفي ان هو جاهز للخبز، جاهز ان انتي تخبزيه علشان يطلع معاكي بالحلاوة دي. جيبي بقى أي طاسة عندك ويفضل تكون مش بتلزق، هتحطيها في الأول على أعلى درجة حرارة، يعني العين بتاعة البوتاجاز هتكون عالية. هتحطي عليها الرغيف، وبعد كده أول الرغيف ما يتشمع وتبتدي إن انتي تحركي الطاسة والرغيف يتحرك من على الطاسة، هتقومي قلبها على طول. يعني عدي على ايدك بالظبط معاكي من 5 ثواني ل7 ثواني وتقومي قلبة الرغيف على طول. طب الحركة دي ايه فايدتها؟ انتي ممكن تحطي الرغيف ويطلع معاكي مرة واحدة من غير ما تقلبيه ومن غير ده كله، بس الحركة دي ايه فايدتها؟ بتخلي طبقتين الرغيف قد بعض بالظبط، ما تبقاش عندك طبقة سميكة قوي او طبقة تخينة قوي والطبقة التانية رفيعة خالص. زي ما قلتلك في الأول النار هتكون عالية، وبعد كده هتهدي النار المتوسطة، ما تبقاش هادية قوي وما تبقاش عالية قوي، هتبقى النار المتوسطة، لأن طبيعي هتكون الطاسة سخنت جدا معاكي، وهتكون كده كده الطاسة سخنة. أول ما تحطي عليها الرغيف هيتشمع على طول ويتقلب على طول. في حاجة تانية برضو، وانتي بتقلبي الرغيف احتمال كبير ان هو يتفتح معاكي زي الفتحة اللي اتفتحها دي، احتمال كبير عادي جدًا. هتقومي عاملة إيه، هتقومي جايبة الاسباتشولا بتاعتِك وضاغطة عليها على الفتحة دي بحيث إن هي تسد أي بخار طالع علشان البخار يرجع تاني ويملى الرغيف ويقب ويرتفع معاكِ بالشكل ده. دي كل الخطوات اللي عايزة أقولها لِك عشان يطلع معاكِ عيش الحبة الكاملة يكون ناجح ويكون معاكِ زي الفل، ويطلع معاكِ في التسوية ما شاء الله اللهم بارك بالشكل ده. يلا بقى بينا نراجع معاكِ كده على طول إيه أهم الخطوات اللي لازم تاخدي بالِك منها وأنتِ بتعملي العجينة.
أهم حاجة إنِك تشربي العجينة بتاعتك السوائل بتاعته، ويعني السوائل تكون مظبوطة، لا زيادة قوي ولا شوية، علشان لو شوية العجينة هتبقى يابسة معاكي ولا هتفرد معاكي بسهولة، ولا كمان هتطلع معاكي بالشكل ده، ولا هيكون العيش طري معاكي. دي حاجة. تاني حاجة لازمًا العجينة تتعجن كويس جدًا علشان الدقيق يتشرب السوايل بتاعته كويس جدًا، وانتِ بتعجني العجينة لازمًا يكون فيها سيكة تلزيق بسيطة، يعني وانتِ كده وانا بقرص العجينة حسيته ان العجينة بمسكها بتسيب برضه قطع عجينة في ايدي، لازمًا الخطوة دي علشان يطلع معاكي الرغيف طري وبالحلاوة اللي انتِ شايفاها دي، وكمان ينفخ معاكِ بمنتهى السهولة. والخطوة الأساسية التانية إنِك لازم بعد ما تفردي الكمية كلها لازم تسيبيها ترتاح على الأقل لمدة نص ساعة، لازم الخطوة دي. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تعملولي متابعة ولايك علشان يوصلكم كل جديد لو استفدتوا حتى لو بمعلومة من فيديو النهاردة.